ماء، وسويت فيه بالأرض لا مربعات بل مدن بأكملها، وتم تهجير قسري لمئات الآلاف من الفلسطينيين. يتحول الصراع للأسف إلى صراع قانوني. أننا اليوم في حرب تحرير لا في حرب تجريم، ومن يتعامل مع العدو الصهيوني لا يمكن أن يكون إلا خائنا، وخيانته هذه هي خيانة عظمى. ومرة أخرى أؤكد أن ما يسمى بالتطبيع مصطلح لا وجود له عندي على الإطلاق، لأنه يعكس فكرا مهزوما نص في توطئته على الانتصار للحقوق المشروعة للشعوب التي من حقها وفق الشرعية الدولية أن تقرر مصيرها بنفسها، وأولها حق الشعب الفلسطيني في أرضه السليبة وإقامة دولته عليها بعد تحريرها، وعاصمتها القدس الشريف. والفرق واضح بين ما ورد في الدستور التونسي الذي صحح مسار الثورة وما ورد في دستور سنة 14 و2000 الذي اقتصر على الإشارة إلى مناصرة حركات التحرر العادلة وفي مقدمتها حركة التحرر الفلسطيني. فلا إشارة قول مقترح القانون الذي تم التداول فيه يوم أمس. جددت الموقف ذاته، وهو أن الأمر يتعلق بخيانة عظمى، مشيرا إلى إمكانية الاستئناس بالفصل 60 من المجلة الجزائية الذي ينص إلى جانب عدد من الفصول الأخرى التي تلته على أنه يعد خائنا. هنا يمكن أن نستأنس بهذا النص. يعد خائنا للشعب الفلسطيني مع تعداد صور الخيانة بكل دقة والتنصيص على الجزاء الذي يترتب عن كل واحدة منها، ومع التأكيد أيضا في نفس الوقت على أن هذه الخيانة هي خيانة عظمى، وعلى أننا في حرب تحرير لا في حرب تجريم. لست في حاجة لشهادة أحد، وتكفيني شهادة الله